ازيكم عاملين ايه النهارده؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا مع بعض نعمل احلى واطعم كشري في البيت. هقولك ازاي تطلعي البصله بتاعتك محمره ومقرمشه وكلها لون واحد، وهقولك كمان على سر الدقه بتاعت المحلات. هقولك على كل خطوه في الكشري عشان يطلع معاكي احلى واطعم كشري في البيت. يلا بينا نشوف الطريقه والمكونات. يلا بينا. اول حاجه بعملها بكون نقع العدس من بالليل. انا جبت ربع كيلو عدس، نقعته وغسلته غسله حلوه، وهحطه في الحله زي ما انتوا شايفين. هنزل عليه طبعا بشويه ميه وخمس فصوص توم ورشه ملح ورشه كمون. ظبطي الملح بتاعك، وما تسلقيش العدس بتاعك قوي عشان ما يتهريش، عشان انا عايزه العدس بتاعي مفلفل عشان يبان في الطبق. وكمان هحط ملح في المكرونة عشان انزل بالمكرونة بتاعتي. اسلق مكرونة اسباجيتي ومكرونة صغيرة. عقبال ما المكرونة والعدس يتسلقوا تعالوا نعمل البصلة بتاعتنا. انا هجيب 3 بصلات كبار. البصل طبعا الكشري بيحب البصل كتير، هاتي كمية بصل حلوة ايه عشان نعملها محمرة. هقولك ازاي تعملي البصلة بتاعتك محمرة ومقرمشة. اول حاجة تعمليها خرطي البصل رفيع، دي اول خطوة عشان يطلع معاكي البصل حلو. يبقى هنخرط البصل رفيع خالص زي ما انتوا شايفين. بعد ما نخرط البصل بتاعنا هنخلي البصلة الرفيعة على جنب. وفي بصل بيبقى تخين، السكينة طبعا ما جابتوش، اللي هو في قلب البصلة هنحطه طبعا على جنب. طبعا مش هنرميه، هنعمل بيه ايه؟ هنعمل بيه الصلصة بتاعتنا. هنعمل كل كمية البصل بنفس الطريقة. تخلي البصل الرفيع في طبق لوحده، كل ما نلاقي بصلة تخينة طبعا نحطها في الطبق. ادي البصل الرفيع بتاعي، وده البصل اللي هعمل بيه الصلصة. ننزل بايه بقى؟ برشة النشا اللي هتخلي البصل بتاعك مقرمش. تحطي رشة نشا حلوة كده وتقلبي البصل عشان كله يجي عليه نشا. وكمان هجيب البصلة اللي انا طلعتها دي اخرطها عشان اعمل بيها الصلصة بتاعتي. وهنعمل احلى صلصة النهاردة ولونها وطعمها جميل جدا. وهنعمل مع بعض البصلة، هقولك ازاي تطلعي البصلة في الوقت المناسب عشان تطلع معاكي لونها حلو. كده هحط البصلة في الحلة. هنزل بقى ادق شوية توم حلوين، هدق توم بالمرة للصلصة بتاعتي وللدقة بتاعتي. كده خلاص. هنحط شوية ملح، هنروح مع بعض نعمل البصلة بتاعتنا والصلصة كمان. يلا بينا. كده المكرونة اتسلقت والعدس اتسلق. هنيجي نحط الحلة على النار كده فيها البصلة، نرش عليها شوية زيت صغيرين، وهنزل بالبصلة بتاعتي. كده هنزل بنص كمية البصل عشان احمرها، وقلبي وانتي بتحمري البصلة. كده بصوا ادي لون البصلة اتحمر ازاي. طبعا في بصل لسه فاتح، لا طلعيه وهو فاتح. بعد ما بيهدى شوية بيبقى كله لون واحد. لو استنيتي عليه اكتر من كده هيسود طبعا وهيمرر، لان بعد ما هيطلع تاني هيغمق تاني. ده الوقت المناسب اللي انتي تطلعي فيه البصلة بتاعتك. شايفين البصلة؟ وهوريكوا ازاي هتغمق تاني بعد ما تكون طلعناها شوية. هنحط طبعا نص الكمية التاني، ما تحطيش الكمية كلها مرة واحدة عشان البصل ياخد راحته في التقليب ويطلع معاكي لونه حلو. شايفين البصلة غمقت ازاي؟ هجيبها دلوقتي اوريها لكم. ادي البصلة بتاعتي بعد ما اتحمرت، شايفين غمقت ازاي؟ وبقي كل البصل لونه واحد. كده طلعتي احلى بصل عندك للكشري. ادي البصل الكمية التانية هطلعها بردي في نفس الوقت. شايفين الفاتح ده برضه هيغمق معانا بعد ما نركنه. وما تطلعيش البصل على بعضيه عشان ما يطراش. حطي في طبق وطلعي البصل لوحده التاني. طبعا احنا بنحمر البصلة بتاعة الصلصة بتاعتنا. ادي البصل بتاعنا كده عملناه. تعالوا بقى احنا كده حمرنا البصلة بتاعتنا، هنحط شوية زيت من اللي حمرنا فيهم البصل، بيخلي طعم الكشري جميل جدا. وهعمل بيه الرز وهعمل بيه كل الكشري بتاعي. هنزل طبعا بشوية التوم الحلوين اقلبهم مع البصلة، وهرش شوية خل حلوين كده. وطبعا هنزل بالتوابل بتاعتي. عبارة عن ايه التوابل بتاعت الصلصة؟ رشة كمون ورشة كزبرة ورشة فلفل اسود، ونقلبهم مع بعض. ننزل بقى بالصلصة بتاعتي، وهجيب كمان كيس صلصة عشان يخلي لون الصلصة بتاعتي حلو.
وطبعا احنا غمقنا البصلة بتاعتنا شوية، دي بتساعد ان تخلي كمان لون الصلصة بتاعنا حلو. وكمان هظبط الملح بتاعي. كده احنا خلصنا العدس والمكرونة. كمان هنروح نسيب الطماطم تتسبك على النار ونعمل الرز بتاعنا. طبعا هنعمل ايه، هنجيب الزيت اللي احنا حمرنا فيه البصل عشان نعمل بيه الرز بتاعنا. بيطلع الرز طعمه جميل جدا عشان الزيت فيه طعم البصل بتاعنا. هجيب حلة على النار تاني، احط فيها شوية مية تغلي عشان اعمل الدقة. طبعا انا كده بعمل ايه، بحمر الشعرية بتاعتي، حسيت ان هما قليلين شوية زودت شوية شعرية. الشعرية لما بتكتر في الرز بيبقى طعمه جميل جدا. ادينا كده حمرنا الشعرية، هنزل بكمية الرز بتاعتي. شايفين الرز، الشعرية اكتر من الرز. طبعا قلبي الرز بتاعك شوية في الحلة، شوحيه كده، ده بيساعد الرز بتاعك يطلع مفلفل. يبقى كده احنا عملنا الصلصة بتاعتنا اهي، وكمان بنظبط الرز بتاعنا ونظبط الملح، وحاطين حلة على النار تغلي عشان خاطر الدقة. دي تاني خطوة بنعملها في الكشري. خلاص كده خلصنا العدس والمكرونة، ودي الرز على النار والصلصة. نروح نعمل احلى دقة زي بتاعة المحلات بالظبط. كده المية بتاعتي اهي غلت بتاعة الدقة، هنروح نعمل الدقة مع بعضينا. ادي المية حطينا على جنب طبعا سخنة. بصوا بقى، هنجيب 3 ليمونات كبار، هنجيب شوية كمون وشوية كزبرة ومعلقة توم. هنزل بقى بمعلقة التوم اهي، معلقة توم حلوة. وطبعا هنزل بالملح بتاعي، ظبطي طبعا الملح بتاعك. وهي دي الدقة بتاعتنا زي بتاعة المحلات، ورشة كمون ورشة كزبرة، وطبعا شوية خل حلوين، وننزل عليهم بالثلاث ليمونات بتوعنا. كمان لو عايزة الدقة بتاعتك يطلع طعمها حلو، تجيبي معلقة من الصلصة اللي احنا بنسبكها بتاعة الكشري ونحطها على الدقة، هتدي لون وطعم جميل جدا، وهتغير لون الدقة بدل ما هي يبقى لونها أبيض كده. كده خلاص خلصنا الدقة بتاعتنا. ادي معلقة الصلصة اللي بقولك عليها، معلقة صغيرة، بصوا بتدي لون جميل جدا وكمان بتغير الطعم خالص. كده الدقة بتاعتك الجميلة خلصت. تعالوا نعمل بقى الشطة بتاعت الزيت اللي بتبقى في بتاعت المحلات، اللي بتبقى حراقة جدا. حط الشطة اللي انت عايزاها، معلقتين زيت من اللي حمرنا فيهم البصلة، بيدي طعم طبعا جميل جدا. الزيت اللي احنا عملنا فيه البصلة ده بنعمل كل حاجة الكشري بيه. تحطي بقى معلقة صلصة من اللي احنا عملناها للكشري على الشطة بتاعتنا، وتظبطي الملح. وادي الشطة بتاعت الزيت اللي بيعملوها في المحلات. وكده خلصنا الشطة وخلصنا الدقة بتاعتنا، نغرفها في الاطباق. وكده الكشري بتاعنا خلص. تعالى اوريكم الكشري وجماله، يلا بينا. ادي الكشري بتاعنا، بصوا بقى الجمال، حاجة تفتح النفس، طبعا حاجة مضمونة ونضيفة وانضف من بتاعة بره. شايفين الصلصة وجمالها، شايفين اللون جميل ازاي. ادي الصلصة بتاعتنا الجميلة، ودي الشطة اللي احنا لسه عاملينها، شطة الزيت. وادي الدقة بتاعتنا الحلوة بلونها الجميل وطعمها الحلو. البصل طبعا الجميل، انا بحب طبعا البصل كتير على الكشري. شايفين جمال البصلة كلها لون واحد، وطبعا طالعة مقرمشة، وما تحطهاش على بعضيها، وتحط لها طبعا معلقة نشا جميلة بتديها قرمشة جامدة. شايفين بقى الرز المفلفل بتاعنا، تكتري الشعرية فيه يطلع جميل كده ومفلفل. وكده عملنا احلى طبق كشري معاكم. هنغرف طبق كشري مع بعضينا. كده عملت الغدا، اعملي الكشري من الصبح، يفطروا منه ويتغدوا ويتعشوا 3 في 1. تخلصي الغدا والعشاء والفطار كله مرة واحدة، تدخلي المطبخ مرة واحدة وترتاحي بقية اليوم، وتعملي لهم احلى كشري في البيت وانضف من بتاع بره بكتير. ادي الكشري بتاعنا خلص. وكمان هنحط كمان شوية العدس المفلفلين هوريهم لك دلوقتي. ادي العدس بتاعنا، شايفين العدس ما سلقناهوش جامد عشان كده طالع معانا مفلفل. وكده تكوني عملتي العدس بتاعك، بصي جميل جدا، وكل الكشري بتاعك هيطلع حلو. يا ريت تجربوها هيعجبكم خالص. والصلصة بتاعتنا الجميلة الجامدة دي اللي لونها حلو وطعمها كمان احلى. وكده تكوني عملتي احلى طبق كشري.
وكمان هنرش البصل بتاعنا المقرمش ازاي قلتلك ازاي تعملي البصل مقرمش ويطلع معاكي كله لون واحد. حطي بقى الحاجة اللي انتي عايزاها، دقة شطة، كل واحد يعمل الطبق اللي هو عايزه. كده كمان نكون خلصنا الكشري بتاعنا، وكمان الفيديو يكون كمان خلص. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش اللايك والشير وكمان الاشتراك في القناة. هروح اكل بقى انا الكشري، يلا باي.